يا مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنحل المسألة رقم 4. تعالى كده نقراها سوا. بيقول لك write a program that calculates the sum of numbers from 1 to 100. يعني من الآخر كده عايزك تنشئ برنامج بيحسب جمع الأرقام في رينج من 1 لحد 100. يعني كل الأرقام اللي في النص هنفضل نجمعها على بعضيها، ده كده التوتال سم. وبعد كده بيقول لك using a while loop، يعني باستخدام while loop. طبعا هنا هو بيقول لك استخدم while loop، مع ان على فكرة انا لو قابلت رينج قلت لك ان انا احب استخدم استخدم الفور لوب، لان بتبقى واضحه جدا. رينج معروفه، فور لوب وخلاص. لكن وايل لوب بميل اكتر لو عندي كونديشن واضحه وصريحه. لكن هو هنا طالب مني ان انا استخدم الوايل لوب، فانا محتاج استخدمها. خلاص الموضوع انتهى على كده، تمام. وبعد كده بيقول لي print the final sum. ماشي، زي ما قلت لك انا دايما لما باجي احل مساله احب اجزئها لاجزاء كده صغيره، واحل الاجزاء الصغيره دي على حده. يعني المساله دي انا ممكن اقول ان انا عندي مشكلتين. رقم واحد، ازاي هخلي الوايل لوب بتاعتي تشتغل في رينج من 1 ل 100؟ انا محتاجها تشتغل كده. طب دي هعملها ازاي؟ رقم 2، ازاي هجمع الارقام اللي جايه لي في الرينج ده؟ لسه معرفش. فتعالى في البدايه خالص نركز على اول نقطه، الا وهي ان انا اخلي الوايل لوب بتاعتي تشتغل في رينج من 1 ل 100. تمام. طبعا المسائل على فكره بتتحل بواحده واحده وتأني، تفكر الاول، تجرب تكتب في ورقه وقلم. لكن ما فيش حاجه اسمها اكتب كود على طول، خلي بالك. ما دام بتروح على طول على الكود دي عاده سيئه. تمام. فعود نفسك دايما لما تيجي تحل ابعد عن الكود وفكر الاول، وبعد كده ابتدي واكتب كود. تمام. المهم دلوقتي تعال نفكر ازاي بقى هنخلي وايل لوب تشتغل في رينج من 1 لحد 100. هقول لك الموضوع بسيط على فكره. انا دلوقتي عارف ان الوايل لوب شغال على اساس كونديشن، يعني المفروض يكون في كونديشن هنا تانديكيت ان الوايل لوب شغاله او وقف. فانا محتاج بقى بناء على اللي هو طالبه اطلع بكونديشن معينه واعمل اللي اقدر عليه عشان اقدر اكتب الكونديشن دي جوه الوايل لوب. بمعنى انا دلوقتي هو بيقول لي هنا انا عايزك تجمع الارقام من اول 1 لحد 100. يعني من الاخر كده انا عايزك تشتغل في رينج من 1 لحد 100. يعني لو انت بتتتبع اللوب بتاعتك ماشيه ازاي، فبمجرد ما توصل لل100 انت المفروض المفروض هتقف. يعني ال100 دي النهايه بتاعتي. طب ايه رايك لو خليتها هي الكونديشن برضو بتاعتي؟ يعني لو انا بشكل ما قدرت اتتبع اللوب بتاعتي ماشيه في انهي لفه، فانا اقدر اقول لو انت وصلت لللفه رقم 100 اقف. طب لو انت اقل من ال100 خليك شغال، صح؟ مش انا ممكن اقول كده؟ حلو قوي. يبقى انا دلوقتي مشكلتي هنا ازاي اتتبع اللفات بتاعتي اللي هي الدورات بتاعت الوايل لوب، ازاي اتتبعها؟ هقول لك دي عشان نعملها فاحنا محتاجين متغير انا هسميه اندكس مثلا، والمتغير ده دايما هيتتبع هو انا في انهي لفه. يعني انا عارف ان في البدايه خالص انا في اللفه الاولى، تمام، عشان انا هبتدي بواحد، هو الرينج بواحد، فانا هقول ان انا في اللفه الاولى. خلي بالك الطبيعي ان انا كنت هقول صفر، لان انا عارف ان اللفات بتاعتي او انا دايما بعد من كام، من صفر. لكن هو في المساله دي قايل لي قايل لي من 1 لحد 100، فانا هقول اللفه الاولى هتكون برضو بواحد عشان اسهلها على نفسي شويه. تمام. فبالتالي انا عارف ان في البدايه خالص الاندكس في اللفه الاولى، فبالتالي هيكون هيكون بواحد. فتلقائيا انا عارف ان الاندكس ده بيتتبع اللفات، فقيمته هتتغير. في اللفه الاولى هيكون بواحد، في اللفه الثانيه هيكون باتنين، في الثالثه بتلاته، في الرابعه باربعه، وهكذا لحد لما يوصل لكام، ل100. فبالتالي انا ممكن اتشيك هنا بكل بساطه واقول له بص، طول ما الاندكس كان اصغر من او يساوي ال100 فانت شغال زي الفل، مفيش مشكله. لان معنى كده ان انا لسه ما وصلتش لل100 واكتر. ما هي ال100 دي النهايه بتاعتي. حلو قوي. طيب هل اسيب الكود على كده؟ هقول لك لا طبعا ما ينفعش تسيب على كده. ليه؟ لان الاندكس المفروض يتغير. يعني ايه؟ يعني كل مره انت بتعدي لفه المفروض الاندكس بقى يشاور على اللفه اللي وراها. يعني انت في اللفه الاولى فالاندكس كان بواحد، طب لما تكون في اللفه الثانيه الاندكس هيكون باتنين، طب لما تكون في اللفه الثالثه الاندكس هيكون بتلاته. يبقى انا محتاج ازود قيمه الاندكس مع كل مع كل لفه. فعشان كده انا عارف ان الكود اللي هنا ده بيتنفذ في كل لفه حرفيا. فهاجي جوه الوايل لوب كده واقول خلي بالك زود لي الاندكس بمقدار بمقدار واحد. اندكس بلس بلس بالمنظر ده بتزود قيمه الاندكس بمقدار واحد. دي بالظبط مساويه للمنظر ده يا شباب. كاني قلت بالظبط الاندكس هتساوي الاندكس القديمه مجموع عليها واحد. بالمنظر الاندكس القديمه كانت بواحد، اجمع عليها واحد تبقى باتنين. الاندكس القديمه كانت باتنين، اجمع عليها واحد تبقى تلاته، وهكذا. ممكن تختصر الشكل ده وتقول اندكس بلس بلس، دي معناها اعمل انكريمنت بمقدار واحد. فزي ما انت شايف يبقى كده الوايل لوب بتاعتي فعلا هتشتغل 100 مره. ليه؟ انا بقيت بتتبعها. عملت متغير بيشاور على اللفه فين، وكل مره اللفه بتتحرك هو كمان برضو
برضو بيتحرك معاها، فبالتالي مجرد ما يوصل ل100 هيقف. يعني لو انا رحت عملت هنا print statement وقلت خلي بالك اعمل لي برنت للاندكس وعملت ران كده للكود، هتلاحظ ان هو عمل برنت من اول 1 لحد 100. شايف انت ليه انا عملتها كده؟ انا خليتها تشتغل بالمنظر ده. يبقى انا ممكن احقق نفس الكود اللي اتكتب بالفور لوب. خلي بالك، هل انا ممكن اعمل كده؟ ممكن اعمل كده. انت شايف انهي الانسب؟ طبعا الفور لوب. ليه؟ لان انا مش محتاج افضل بقى اقول بص انا محتاج اتتبع اللفه فين، فانا اللي هنشئ متغير ومش عارف ايه. لا لا لا، مش هعمل كل الكلام ده. هو السينتاكس بتاع الفور لوب جاهز يشتغل بالمنظر، انا مش محتاج افكر فيه من البدايه. لكن في الوايل لوب انا اللي اضطريت اعمل كده. يبقى حتى لو عندك اكواد مختلفه بتأدي يعتبر نفس الغرض زي اللوب مثلا، كلهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا لفات كده بيدوروا او بيعيدوا تنفيذ كود معين، لكن كل واحده فيهم ليها استخدام مناسب اكتر من الثانيه. زي ما انت شايف هنا، يعني انا شايف استخدام الوايل لوب هنا مزعج فعلا شويه. انا اللي اضطريت اعمل الكلام. المهم دلوقتي تعالى بقى نرجع نكمل كود. هو بعد كده بيقول لك انا عايزك تبرنت الفاينل سم، يعني من الاخر كده عايزك تجمع لي كل الارقام اللي هتجيلك، تمام؟ وفي الاخر خالص بعد ما تخلص تجمع لي ايه؟ تجمع لي السم. مبدئيا خليك مدرك لحاجه، انا محتاج متغير اسمه سم وهيكون بصفر. ليه؟ لان انا دلوقتي هجمع كل الارقام، فبالتالي محتاج متغير يشيل نتيجه الجمع. وخليت القيمه بصفر لان انا عارف كده كده ان بما اني بجمع فالصفر مش هيأثر في حاجه، صفر ملوش اي قيمه حاليا يعني. فبالتالي ممكن انشئ متغير اسمه سم واحط فيه جمع الارقام. ودايما لما تيجي تحل مسائل كده عايزك تتخيلها بعيدا عن الكود هي المفروض تشتغل ازاي. يعني انا عارف ان انا هجمع الارقام ما بين 1 وال100، يعني هيجي لي 1 هجمعه على مثلا الرقم اللي يليه اللي هو 2، على الرقم اللي يليه اللي هو 3، على الرقم اللي يليه اللي هو 4، على الرقم اللي يليه اللي هو 5، وهكذا بفضل اجمعهم على بعض كده على طول. فده نفس اللي انا عايز اعمله هنا. طب اعمله ازاي؟ بكل بساطه يعتبر شبيه جدا بالحركه اللي احنا عملناها هنا. انا بكل بساطه عايز اقول خلي بالك الصم اللي هو ناتج الجمع بيساوي ناتج الجمع القديم مجموع على الرقم اللي جاي لي. انا عارف الاندكس بيتتبع اساسا الدورات، فبالتالي هو بيشاور بالفعل على الرقم اللي جاي لي. مره هيكون ب1، المره اللي وراها ب2، المره اللي وراها ب3، فبالتالي ممكن استخدم ايه؟ ممكن استخدم الاندكس. طب تعالى كده نشوف المنظر ده معناه ايه. ايه معنى المنظر؟ بكل بساطه انا بقول له ناتج الجمع بيساوي ناتج الجمع القديم على الرقم الجديد. تعال نطبق الكلام ده على دي. انا في البدايه جالي 1، فهقول 1 على ناتج الجمع القديم اللي هو كان بكام؟ كان بصفر، فهيطلع لي ب1. يبقى الصم حاليا بكام؟ ب1. بعد كده انا جالي كام؟ جالي 2، فالمفروض 2 اجمعها على ناتج الجمع القديم اللي هو كان بكام؟ كان ب1. يبقى الصم في الحاله دي هتساوي كام؟ هتساوي 3. بعد كده جالي رقم جديد اللي هو 3 المفروض اجمعها على ناتج الجمع القديم اللي هو كان كام؟ اللي هو كان 3، فبالتالي الصم هيكون بكام؟ هيكون ب6. بعد كده جالي رقم جديد اللي هو 4 المفروض اجمعها على ناتج الجمع القديم اللي هو 6، فنفس الكلام وقتها الصم هتكون بكام؟ هتكون ب10. فبالتالي لو لاحظت انا كل مره الرقم اللي بيجي لي بجمعه على ناتج الجمع القديم، عشان كده انا بقول خلي بالك ناتج الجمع الجديد بيساوي ناتج الجمع القديم مجموع على الرقم اللي لسه جاي لي. وعايز اقول لك انت ممكن دلوقتي لو المساله دي كانت عطلت معاك وما عرفتش تحلها تقول ده انا استحاله كنت افكر في حاجه زي كده. لا لا لا، الكلام ده صعب عليا. هقول لك على فكره الموضوع مش زي ما انت متخيل. لا فعلا حاجه زي كده كانت ممكن تيجي في دماغك عادي جدا وتقدر تفكر فيها عادي جدا، بس الموضوع محتاج صبر، محتاج تدي لنفسك فرصه تفكر. مشكلتنا ان احنا مش بندي اصلا فرصه نفكر. انت حرفيا بتروح تكتب كود على طول. اللي بيكتب كود على طول فهو عارف الحل اساسا، يعني اخر خطوه خالص بتكون كتابه الكود. فشايف اللي انا عملته هنا ده انا بعمله بورقه وقلم. انا بقعد افكر ايه الخطوات المنطقيه اللي تعمل اللي انا عايز اعمله دلوقتي، اللي تحل لي المشكله اللي قدامي دلوقتي، وافضل اجرب واغلط واجرب واغلط لغايه لما اوصل لايه؟ للطريقه، وابتدي اترجم بقى الكلام ده ايه؟ الكلام ده الكود. يعني انا اخد الكلام اللي انا قلته هنا وابتدي احاول اترجمه. عشان كده انا بحب دايما ايه؟ اخلي المساله على اجزاء صغيره. يعني انا دلوقتي بفكر في الصم، قبلها كنت بفكر في الوايل لوب، وهكذا بهندل مشاكل صغيره وتتحل معايا. ومع الوقت بقى والخبره هتلاحظ ان الحاجات دي انت ما بقتش محتاج تفكر فيها اساسا، بقت بسيطه جدا بالنسبه لك لانها عدت عليك كتيره جدا، بقت مداركك اوسع شويه، بقيت فعلا فاهم ازاي تفكر. فكل ده بيجي ايه؟ بيجي مع الوقت. يعني انا مش عايز المسائل تحبطكم خالص، بتكلم على الشباب اللي هي مثلا عانت في ان هي تحل المساله
المساله ده مش مقياس خالص. تمام، انت ادي لنفسك فرصه. ماشي، المهم ان احنا بالفعل كده خلصنا. انا بقى عايز اطبع التوتال سم ده كده، التوتال سم بتاعي. ما تجيش بقى وتعمل لي برنت في المكان ده، مش منطقي، انت كده هتعمل برنت كل مره. لا، انا عايز اطبع برنت للتوتال سم. فبعد ما اللوب تخلص هاجي اقول برنت ال ان واقول له مثلا توتال سم بيساوي، واحط السم اللي انا جبته. تمام، واروح اعمل ايه؟ اعمل رن. هتلاقي هنا بيقول لك ان التوتال سم 5050. طبعا رقم كبير قوي، ممكن تتاكد انت ان هو صح، بس ان شاء الله هيكون صح. اخر نقطه حابب اوضحها هنا هو ترتيب الخطوات في المكان ده. لو بس عكست دي حطيتها هنا فالكود اختلف تماما، يعني خلاص الكود كده بقى شغال غلط. شايف انت؟ ما بقاش مظبوط. ليه بقى؟ لان انت لما يجي لك اول رقم اللي هو 1 محتاج تشتغل عليه الاول قبل ما تبتدي تدخل على اللفه اللي وراها. خلي بالك ده اللي بيتحكم في انت في اللفه الكام دلوقتي. تمام، فانت المفروض بتبتدي تتحرك على اللفه اللي ورا دي بعد ما بتخلص تنفيذ الكود بالكامل. عشان كده الاندكس بلس بلس انا تلقائيا حطيتها فين؟ حطيتها في الاخر. يبقى انا كنت قاصد احطها في الاخر. ليه؟ لان دي اخر حاجه لازم تحصل. لما اللفه تنتهي والكود بتاعها يتنفذ ابتدي تتحرك على اللفه اللي تليها، ما ينفعش يجي في الاول. وهو برضو مديلك وورنينج هنا عشان ممكن تختصر الكود ده. خلي بالك لو ادالك وورنينجز وحاجات زي كده دايما اقف عليها وشوف ايه مثلا الحاجه اللي انا ممكن احسنها في المكان ده. تلاقيه كاتب لك بلس ايكوال، يعني انا الشكل ده ممكن اختصره بكلمه بلس ايكوال. بلس ايكوال معناها ايه؟ معناها خد الاندكس اجمعه على قيمه الصم القديمه وخزنه في الصم. ده معنى بلس ايكوال، نفس الكود اللي احنا كنا كاتبينه من شويه، لكن شورت كات كده بيكون شكله ايه؟ بيكون شكله لطيف. المهم ان المساله كده تكون خلصت، وان شاء الله استناكم الفيديو اللي جاي.